عائلة كنز والعطور. النهارده مطلوب مننا اوردر يا احمد، عايزين سوفاج بس عايزها اتجاه الاوريجينال، واختار لنا نوع عود يكون كويس، حاجه فخمه وجميله تتناسب في المقابلات، في الخروجات، تكون حاجه برضه برفن محترم. هنعمل الاول السوفاج ازازه 100 مللي. زي ما اتعودنا يا جماعه، البرفانات مش بكميه الزيت، البرفانات بالخامه بتاعتها والنوع بتاعها. هنروح عند اي حد بتاع برفانات هنقول له عايزين السوفاج في ال 100 مللي، هنحط 25 جرام سوفاج. والتركايه بقى البسيطه هنا بقى اللي احنا عايزين نوصل بيها للاتجاه الاوريجينال بتاع السوفاج، هنضيف عليها 5 جرام شامبليون دوفيدو. 5 جرام شامبليون دوفيدو دي يا جماعه اللي هتودي السوفاج للاتجاه الاوريجينال. للي عايز يعرف اتجاه الاوريجينال، النوتة الاولى نوتة التوابل مش نوتة حمضيات، هي دي اللي بتفرق السوفاج الاوريجينال عن التركيب. فعلشان كده احنا بنضاهيها بالاوريجينال بان احنا بنضيف عليها الشامبليون دوبيدو، بتظبط معانا. ونكمل بعد كده الباقي بتاعنا الكل. كده النسبه 30% زيت. لو جوده الزيت كويسه 30% دي هتعمل معانا ازازه، يعني عايز اقول لكم احسن من الاوريجينال اللي بنجيبها بالوفات والله. هنرد بعد كده البرفن بتاعنا. عايز اقول لكم جربوه، سوفاج الاوريجينال بجد. العود اللي احنا هنعمله النهارده يا جماعه عود فور جريتنس. اي حد بتاع برفانات هنقول له عايزين عود فور جريتنس. العود ده معروف ان هو عود اماراتي، من الحاجات المميزه قوي، اسمه العود المقدس. برضه نفس الكلام في الازازه ال 100 مللي هنحط فيها 30 جرام، هتطلع معانا ازازه تحفه 10 على 10. هنعمل الازازه هنحط فيها 30 جرام زيت عود فور جريتنس، وهنضيف الباقي كله. وجربوا النوعين وقولوا لي ايه رايكم فيه. اهلا بكم على الكنز.